السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير في مع حضراتكم، يا رب الجميع يكون بألف خير وصحة وسلامة يا رب. خلاص يعني هي اتحسمت رسمي نظمي فهمي، كل حاجة اتحسمت، باقي بس الإعلان عن الصفقة. خلاص محمد عبد المنعم خلاص بقى النيس الفرنسي، ومحمد علي بن رمضان بقى أهلاوي. خلاص الموضوع انتهى، الموضوع لسه فيه حاجات بسيطة جدا ويعلن النادي الأهلي عن الصفقة رسمي وبشكل نهائي. نادي الاهلي النهارده تواصل لتدريبات استعدادا للقاء مودرن سبورت يوم السبت اللي جاي ان شاء الله بتوقيت القاهره الساعه 9. النادي الاهلي داخل كده سخن كده على طول عشان نخلص الموسم ده. الصفقات: محمد علي بن رمضان خلاص اهلاوي، محمد عبد المنعم خلاص بقى نيس الفرنسي. عايز اقول لك بعد تغيير فريق نيس الفرنسي لنظام التقسيط بتاعه، دفع الصفقه كلها 4 مليون و300 ألف يورو. طبعا التقسيط هيبقى على نظام الدفع 4 دفعات في خلال الثلاث سنين. محمد علي بن رمضان خلاص 2 مليون يورو و700 ألف زائد 20% إعادة البيع. محمد عبد المنعم 10% إعادة البيع. وأنا قلت لك قبل كده إن الحاجات ديت بتضمن حق النادي. نادي نيس في حال لو هو قرر يبيع محمد عبد المنعم 10% بترجع للنادي الأهلي إعادة بيع. الصفقتين خلاص اتحسمت. محمد علي بن رمضان حاجه بسيطه بس وكل حاجه بتخلص، يعني هي خلاص ممكن يكون فاضل الاعلان الرسمي بس، لكن محمد علي بن رمضان انتهى خلاص، علاقته هيكون داخل النادي الاهلي بعد رفض عرض الخلود السعودي. محمد علي بن رمضان اهلاوي، الراجل متمسك برغبه باللي هو يلعب في النادي الاهلي. كان دخل عرض سعودي، لكن العرض السعودي كان اعلى من النادي الاهلي. الفريق المجري كان مهدي الريتم شويه، قال لك ان احنا جالنا عرض من السعوديه اعلى، لكن رغبه اللاعب هي اللي بتحسم الموضوع. رغبه اللاعب، هو اللاعب عايزك، اللاعب في الاول والاخر هو عايز يلعب للنادي الاهلي. فبنسبه كبيره خلاص الصفقه هي انتهت. محمد علي بن رمضان خلال ايام النادي الاهلي او ممكن اقل كمان، ممكن ساعات، الاهلي خلاص هيعلن عن الصفقه انضمام محمد علي بن رمضان اهلاوي. يبقى انت عندك كده محمد عبد المنعم اتحسمت رسمي، رايح للنيس الفرنسي. كان في كلام بعد بولونيا ما دخل في العرض، لكن نيس الفرنسي حسم الموضوع. محمد علي بن رمضان خلاص اهلاوي. احمد عبد القادر رايح قطر القطري. احمد عبد القادر رايح قطر سنه اعاره. الكلام اللي وصل للنادي الاهلي اللي احمد عبد القادر عايز يطلع بيع نهائي. احمد عبد القادر عايز يعمل كوبري يبقى القطري ويرجع على الزمالك. رغبه اللاعب ممكن اللي هو عايز يرجع على الزمالك، فطبعا النادي الاهلي ما حبش اللي هو الصفقه تبقى بيع نهائي. الاهلي حب صفقه احمد عبد القادر سنه اعاره، وقبل ما يطلع السنه يجدد، بحيث اللي هو يخلص السنه الاعاره مع القطري ويقوم راجع. بالنسبه لاحمد القندوسي، احمد القندوسي يعني هو عامل زي نحط العقده في المنشار. احمد القندوسي لا عايز يطلع ولا كولر مش عايزه، خلي بالك يعني. بس احمد القندوسي لسه الموضوع معاه مخلص. يبقى انت كده عندك يحيى عطية الله، وعندك علي معلول، رضا سليم، محمد علي بن رمضان، وبيرسي تاو دول وعندك القندوسي. بس في اتنين، القندوسي وبيرسي تاو بنسبه كبيره السنه اللي جايه هيكونوا خارج الاهلي. ده بالنسبه لملف الصفقات. عمر الساعي انا كلمتك في فيديو الصبح وقلت لك عمر الساعي هيكون في جلسه في الايام اللي جايه ما بين كابتن محمود الخطيب والمهندس نصر ابو الحسن. ده بالنسبه لمحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم ومحمد علي بن رمضان. خلاص هما الاثنين، ده في نيس وده في النادي الاهلي. طيب تعالى بس اكلم معاك بقى في قصه احمد فتوح. يعني النهارده احمد فتوح، هو الخبر والله يعني يزعل الناس، لكن امر الله. النيابه العامه تامر باحاله المتهم احمد محمد ابو الفتوح الى محكمه الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ. يعني انت عندك كده تهمتين لاحمد فتوح اللي هو خلاص اتعرض لمحكمه الجنايات. امرت النيابه العامه باحاله المتهم احمد محمد ابو الفتوح لاعب كره القدم الى محكمه الجنايات المختصه لمحاكمته فيما نسب اليه من احرازه
جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، ده اللي هو أمين الشرطة اللي توفى الله يرحمه، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر. يعني بص يا جماعة، لاعب الكورة يعني انت ربنا بيديك اللي انت بتكون ان شخصية مشهورة، ربنا بيديك الفلوس، ربنا بيديك وضعك الاجتماعي، بتبقى انت ماشي في الشارع الناس كلها عارفاك، بتبقى انت ماشي في الشارع الناس كلها نفسها اللي هي تتصور معاك. احمد فتوح يا جماعه سيبك من اهلي او زمالك، بس انا بقول لك احمد فتوح من افضل الباكات الشمال في افريقيا. احمد فتوح لو جيت تتكلم على مصريين، احمد فتوح هو الباك الشمال رقم واحد في مصر. احمد فتوح وانت مغمض لو جيت تحط تشكيله منتخب مصر هتحط احمد فتوح، مفيش عليه اختلاف. لكن لاعب الكرة على قد ما ربنا بيديك كل الحاجات ديت داخل الملعب وشهرة وفلوس ووضعك اجتماعي، لكن برضه انت لازم تكون ملتزم خارج الملعب. يا جماعة والله العظيم في لعيبة لو اتحكمت في عقلها وسيطرت على عقلها بره الملعب هتكون حاجة تانية. يعني وعندك واحد، احنا لو جينا نتكلم الجيل اللي فات، جيل ابو تريكة ووائل جمعة وعماد متعب، يا جماعة الجيل ده كل يوم بيحصل حاجات بتثبت لنا ان الجيل ده مش هيتعوض. كل يوم بيبان لنا حاجات ولاعيبه بتقول ان الجيل اللي فات ده يعني الجيل كده جه يعني حاجه ما حصلتش. على قد ما هم كانوا اخدوا بطولات وعملوا تاريخ، وما كانش فيه الفلوس اللي كانت موجوده دلوقتي، وما كانش فيه السوشيال ميديا. يعني انت واحد زي ابو تريكه ده لو كان موجود في الايام ديت بنفس جوده ابو تريكه والسوشيال ميديا وعهد الاحتراف اللي باين دلوقتي والفلوس اللي موجوده، ابو تريكه ده ولا مال قارون يقدروا عليه، ولا مال قارون يقدروا اللي هم يكفوا ابو تريكه. ما بالك انت بلعيبه دلوقتي معاها كل حاجه، السوشيال ميديا معاها، الشهره معاها، الفلوس معاها، وضعها الاجتماعي معاها، لكن ما هياش ملتزمه خارج الملعب. ما هو لاعب الكوره يا جماعه لازم يكون انت ملتزم خارج الملعب، خارج الملعب لازم تكون ملتزم. هي العمليه كلها مش حكايه اللي انت بتخلص ماتش وتروح بقى تسهر، لا. يعني واحد زي احمد او احمد فتوح، هو او غيره، هو او غيره الواحد ما يحبش لشخص اللي هو مثلا يكون في موقف احمد فتوح، يعني ربنا يفك كربه. ما بالك انت بلاعب كان اي حد يتمناه. انا بقول لك هو في بعض الاهلاويه كان يتمنوا واحد زي احمد فتوح في الاهلي، وواحد وانت بتحط تشكيله منتخب مصر احمد فتوح. لكن هو سبحان الله ربنا اداله كل حاجه، بس عندك البني ادم ما يقدرش اللي هو يتحكم في عقله، ما يقدرش اللي هو يتحكم في نفسه خارج الملعب. ليه؟ لان انت لما تكون بتعمل حاجات مش مظبوطه خارج الملعب، ما دي بتعود عليك في الملعب، دي بتدمرك انت شخصيا. ودي مثال زي احمد فتوح، قبلها مثلا واحد زي صالح جمعه. يعني صالح جمعه ده لما طلع من انبي للاهلي وطلع تقريبا اي في 2011 او 2012 في جيل محمد صلاح وجيل محمد النني واحمد الشناوي والجيل ده كله واحمد حجازي، صالح جمعه ده لو اي حد اتفرج عليه هيقول لك ان اللاعب ده بالميت كده هيلعب دوري انجليزي، هيلعب دوري اسباني. لاعب حريف كوره، مهاري جدا، لاعب في نص الملعب تقيل. انا واحد من الناس كنت بقول على صالح جمعه ده هيكون خليفه ابو تريكه، وفعلا ده هيكون خليفه ابو تريكه بس لو كان اتحكم في عقله. اللعيبه يا جماعه انت لاعب كوره داخل الملعب وحريف وكل حاجه، لكن خارج الملعب اسلوبك بقى ووضعك ونظامك خارج الملعب هو اللي بتدمر اللعيبه. يعني واحد زي ديانج كان يخلص الماتش يصلي العشاء وينام. محمد مجدي قفشه نفس الكلام، ما بيظهرش كتير، ما بيتكلمش كتير. حتى قفشه لما يكون مثلا في اجازه او حاجه بيطلع بقى يروح بلدهم. لكن في بعض اللعيبه يا جماعه هي بتاخد الاجازه، انت واخد الاجازه اللي انت مثلا يعني بتروق عن نفسك شويه، بتطلع بره جو الكوره، لكن برضه في نفس الوضع ما ينفعش اللي انت تكون عندك انفلات، ما ينفعش اللي انت تكون خلاص انت ما عندكش تحكم في نفسك. هو لاعب الكوره كده عايز اللي انت تقدر تسيطر وتحافظ على مكانك
داخل الملعب وعلى مستقبلك في الكرة. هم بالظبط عمر لاعب الكرة في الملاعب قد ايه؟ 12 سنة بالكتير. 12 سنة 13 سنة، ده عمر لاعب الكرة داخل الملعب. تلتزم فيهم صدقني هيبقى ليك مستقبل وهتعرف ان انت توصل لحاجة. لكن عقلك هيسيطر عليك وهيوديك لحاجات مش كويسة، يبقى ما تلومش على نفسك. في حاجات انت بتشوف لاعيبة كورة بتعرض نفسها للهلاك، لاعيبة كورة يعني بتتلم على ناس اصحاب سوء، اصحاب مش كويسين، بياخدك بقى لسكة محدش يتمنى اللي هو يروح. فانت لما تكون لاعب كورة ويحصل معاك كده، يعني انت برضه حاجة انت بتزعل على نفسك. تزعل على نفسك لما تكون انت لاعب كوره والناس كلها عارفاك وتتحط في وضع زي احمد فتوح. فلاعيب الكوره يا جماعه مش كفايه ان انت تكون لاعب كوره والناس كلها حباك وانا خلاص انا ماشي كده. لا، هي برضه لازم تكون انت ملتزم خارج الملعب علشان تقدر تحافظ على مستواك، على لياقتك، على وضعك داخل النادي، على وضعك داخل التشكيله، على مكانتك بين الناس. لازم تقدر تحافظ على المكانه دي. يعني احمد فتوح والله اعلم الوضع معاه هيبقى ايه. عندك كده تهمتين، الحشيش وقتل بالخطا. في تهمتين التهمه الواحده فيهم مش عايز اسبق الاحداث بس مش حلوه، ما بالك انت في لاعب كان له مستقبل، ما بالك انت في لعيبه صغيره في السن. يعني احمد فتوح ده يديك في الملعب لسه 10 سنين، بس هو بعقله وتفكيره هو اللي بيخلي عمره في الملاعب قصيره. هي بتفرق يا جماعه عقليات من لاعب للاعب. عشان كده بقول لك الجيل اللي فات ده جيل يتضرب بيه المثل. يعني كان ممكن تلاقي مثلا في منهم لاعب او اتنين بيطلع يعني بيروح سكه مش حلوه، وطبعا زي ابراهيم سعيد. وعلى فكره برضه يا جماعه يعني اكتر حاجه تضايق الواحد اللي انت بتبقى قدام منك مثال في طريق صح وفي طريق غلط، وقدام منك لعيبه عملت الطريق ده وقدام منك لعيبه عملت الطريق ومشت في الطريق ده. بعقلك انت بقى تختار، بعقلك انت تميز ايه اللي انت شايفه. انت شايف ده لما اختار طريق صح وصل لفين، قدامك واحد زي ده اختار طريق غلط دلوقتي بقى فين. اللي اختار طريق صح الناس كلها شايفاه موجود، الناس كلها حباه لسه بيظهر، الناس كلها بتسمع كلامه، كلمته بتستمع. اللي اختار الطريق الغلط لو جيت تسال اي حد عليه يقول لك ده كان ما اعرفش ايه بس. لكن دلوقتي هل هو موجود؟ محدش يعرف عنده اي حاجه. ليه؟ لانه هو اختار طريق اللي هو بالبلدي كده اللي يروح ما يرجعش. وطبعا امثال عندك ابراهيم سعيد، عندك واحد زي جمال حمزه، عندك واحد زي صالح جمعه. الناس دي اختارت طريق اللي هو يعني ينهي مستقبلهم بدري او ينهي عمرهم في الملاعب بدري. الجهه الثانيه عندك واحد زي ابو تريكه، واحد زي وائل جمعه، واحد زي عماد متعب. يعني دي ناس لحد الان يعني كانت محافظه على وضعها واختارت طريق صح، فعشان كده تلاقي لسه لحد الان موجوده. فالمشكله انت بتلاقي لاعب كوره خلاص يعني عنده عقل يقدر اللي هو يتحكم بيه، لكن سبحان الله ربنا بيديلك كل حاجه لكن انت برضه بعقلك موديك لسكه محدش يحب اللي هو يروح. فاحمد فتوح الله اعلم الفتره اللي جايه هيكون وضعه ايه. طبعا يعني ما قدمناش ان انت بتدعي لامين الشرطه اللي توفى يعني الله يرحمه، وبتدعي لاحمد فتوح يعني ربنا يفك كربه. اتكلمت معاك في قصه محمد عبد المنعم ومحمد علي بن رمضان وقلت لك خلاص ده النيس وده نادي الاهلي على خلاص. احمد عبد القادر نفس الكلام، وقصه احمد فتوح. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية ان شاء الله. السلام عليكم.